ما يجيد الا بشاعر حقيقي، لانه شاعر حقيقي وشاعر لا عنده محاباه ولا عنده شاعر صدوق. دفعني كلام ملفي الموري لمتابعه محاورة الشاعر عبد الكريم الشيباني. عبد الكريم الشيباني شاعر قادم ويستحق الاشاده ويستحق التشجيع، لان الساحه بحاجه الى مثل هذا الشاعر. شاعر في بداياته يطلع قوي وبيوته ممتازة وبعيدة عن الركاكة وبعيدة عن الألفاظ النابية. هذا يوحي إن فيه موهبة قادمة، ولحقنا علينا ولكم عليكم على جميع الوسط الشعبي إنه يشجعه وإنه يعطيه الضوء الأخضر ويساعده من ناحية الإعلام ومن ناحية الحفلات، لأنه شاعر قادم للساحة ويستحق ذلك. أنا تابعته شاعر ما في كلام، والله يوفق التوفيق المبارك. ويمكن استراح، عاد انا ما ادري وش ظروفها اللي اخرته، يمكنها استراحات محارب او يخطط لشيء معين، انما اتمنى له التوفيق، وهو شاعر من خيرة الشعر الشباب. الله الله يعطيك يعطيك. العافية، وأنت تستاهل والله. أنا أخوك طال عمرك. لكن أنا أنصحك بالتوجه إلى حفلات الطايف في البداية. فهمت؟ مع أنه نجد زاخرة حاليا بالحفلات والاحتفالات، وأنت قلت أنك ما تعرف أي حفلة. والخير جاي إن شاء الله. والحلقة اللي راح أحددها معك إن شاء الله راح أتفق أنا وياك إن شاء الله على تفاصيلها إن شاء الله. وإن شاء الله حلقتها فيه وبالغرض وتكون على قد مقامك طال عمرك، وأنت تستاهل إن شاء الله. ابو فهد، اسلم اسلم. وش تقدم لعبد الكريم نصيحة؟ شاعر عائد بعد فترة انقطاع، انا اشوفها فترة انقطاع بسيطة يعني. والله يا اخي لعلها استراحه محارب حتى وان طالت. المجال لا زال يعني مفتوح، والهمه موجوده باذن الله سبحانه وتعالى. واذا كانت الهمه موجوده والابداع موجود لديه من قبل سيواصل. والساحه يعني تفتخر باي موهبه يعني قادمه، سواء جديده او قديمه وعادت. وهذا شيء والله جميل يعني للامانه. الله يوفقه، نحن والله إننا نفرح به وبأمثاله. طيب تمام. بنقل المايك لابو جابر، بعدين برجع لك يا ابو فهد في موضوع يخص المسابقة. ابو عبد العزيز تفضل لك المايك طال عمرك. ولا 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 عن ولا عن ولا انسى اشكر اخوي علي الحصني. انا سمعت له طاروق قبل فتره وجبناه كذا زي ما تقول، حللناه من باب يعني جوده الطاروق. اظن كان مع ابراهيم الشيخ يعتقد قبل فتره، وكان جميل يعني، حبك وسبك وقوه. شكرا شكرا يا فرحان، الله يعطيك العافية، وعسانا عند حسن الظن وشهادتك افتخر بها. تفضل ابو عبد العزيز. عبد الكريم الشيباني يملك هبة، والهبة طبعا نعمة، والنعمة في ذات قدر تكون القيمة نفسها. فالرجل يملك هبة جدا متميزة. والشاعر الكبير الشاعر ملفي المورقي عندما تكلم ما هو مجبور على الكلام الذي قاله، لأن الآن الساحة مسلطة الضوء على جميع الشعراء وعلى جميع الإعلاميين وعلى جميع من يكونون في هذا الحراك الثقافي، فهو يعي ما يقول. فالشاعر حتى اليوم وأمس وقبل أمس أنا شفت له طواريق، معظمها أقيمت عندي في البث، كانت طواريق جدا جدا رائعة، لأن الرجل يملك الهبة ويملك الثقة ويملك الاتزان الفكري. الجملة الشعرية عنده ما فيها اهتزاز ولا فيها ركاكة، بل إنها بناء جدا جميل. وهذه تدل على أن الرجل صاحب موهبة ذات قدر وعلم بعيد المدى. فالشاعر علي الحصني عندما تكلم عن زميله أو أخونا ملفي المورقي، يعرف ملفي المورقي يعرف وش يقول، وكذلك طال عمرك يعرف الشعر علي الحصني. فتقييمه لعبد الكريم ناخذه بأنه شهادة جدا من رجل صاحب عراك وخبرة ممتدة في الساحة. فعبد الكريم القثام، عبد الكريم الشيباني، طبعا سيكون إن شاء الله الصيفية القادمة حدث يغير في تكوين كثير من الشعراء، ويغير في كثير من الظروف التي تحيط بنا كنقاد وكمتابعين للساحة الشعرية.
آه، ابو فهد، ودي اسالك سؤال يا ابو فهد قبل لا تروح، واخذ رايك في نقطه. طال عمرك انت احد اعضاء